ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده بطريقه الممبار اللي طلبتوه مني كتير، يا رب ان شاء الله يعجبكم. اتمنى لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها وتدوسي لايك لو الفيديو عجبك. يلا بينا نبدا. هنبدا اول حاجه بتنظيف الممبار. انا زي ما هو جاي اهو، لسه ما عملتش فيه اي حاجه. معايا 2 كيلو ونص من الممبار الجاموسي او البقري زي ما تفضلي اللي تحبيه. بيبقى عليه طبقه من الجلد كده متغلف بالدهن. بقشرها الاول، بص بتطلع معاكي اهي بسهوله. طبقه الدهن دي عشان ما تبقاش دسمه قوي، وعشان كمان وانتي بتعبي تسهل معاكي تتشال على طول. اهي عايزه تسيبي جزء سيبي، عايزه تشيليها كلها براحتك، بس عشان تسهل كمان معايا في السوا تتشال بسرعه. اهي شايفه معايا الطبقه بتطلع عامله ازاي؟ بتخليلك السجق ارق، فمش هياخد معاكي سوا، هيبقى زي سوا الرز تقريبا بالشكل ده. بصي نضف معايا خالص ازاي. عايزه تسيبي طبق من الدهن انتي ومزاجك، بس انا بحب اشيلها كلها عشان تبقى ايه، مش ما يبقاش تقيل قوي بالشكل ده. هكمل كله بالشكل ده وبعد كده هرجع اغسله كويس واقلبه. بصي كده معانا خلصت اهو. شايفه بقى رق ازاي. الطبقه اللي انا شلتها خليته رايق عشان يستوي بسرعه. ده اللي ما شلتش الطبقه بتاعته، انا قلت اوريكم الفرق. ده رقيق ازاي، هو الممبار بس ده الطبقه اللي بره فيه، انما ده يعتبر شايله منه طبقه عشان يستوي بسرعه، بيبقى اخف واسرع وانضف. ماشي انتي ومزاجك. هبدا بقى اغسله كده الاول من هنا. قبل ما اقلبه لازم اغسله كويس كده. خد اول شطفه معايا بقى، هبدا اقلبه تحت الحنفيه. بيتقلب كده تحت الحنفيه كده، اتقلب بكل سهوله معايا اهو. تمسكيه كده ماشي كده، تقلبي كده ايديك، تدخله كده وتفتحي الحنفيه عليه هيتقلب. تحت الحنفيه بيتقلب بكل سهوله. وطريقه تانية ممكن تقلبي بيها اهو، بتجيبي المعلقه كده او اي حاجه طويله تدخليها فيها كده بالشكل ده. لو عايزه تقلبي حته كبيره وتخلصي دي هتسرع معاكي، وتروحي ايه شايفه اهي، وتروحي جايبه اللي في اول المعلقه كده اتقلبت، تروحي مخرجاها بالشكل ده، ماسكه الطرف اهو وانزل بقى ايدك ما تسيبش الطرف، اتقلب. ماشي معاكي طريقتين للقلب، الحنفيه او اي حاجه طويله. بصي كده انا قلبته بقى، هبدا اجرده بمعلقه عشان السكينه ما تقطعوش منك. هتجيبي كده الصباع على الرخامه، تفرديه تمسكيه من الطرف كده بالمعلقه، وابدا اكحت كده هينضف معايا على طول. واجي من مكان ما همسك كده انضف الاول عشان ما انساهاش. لازم اطلع الطبقه اللي انا بطلعها دي بالمعلقه كده قبل ما اغسله بالملح، قبل ما ادعكه بالملح كويس، لان هيبقى فيه بقايا بسيطه كده، الملح بقى اللي هيطلعها لك. هو بس بياخد وقت شويه، بس لازم تعملي الخطوه دي مهمه عشان الزفاره كلها بتبقى في الطبقه دي ولازم تتخلصي منها. تقلبي كده على الناحيه التانية لغايه اما يبقى كله شفاف، ما يبقاش فيه الطبقه اللي هي الغامقه دي اهو معايا. شايفه بقى لونه عامل ازاي؟ الطبقه الوحشه دي لازم اشيلها. وطبعا لسه هعمله بالملح، انا بوريكم مبدئيا كده. وفي طريقه تانية بالسكينه بس مش اي حد بيعملها عشان ما تبوظيش الممبار. باجي على بالسكينه كده بس بحنيه، ما بضغطش عشان ما يتقطعش، وبروح عامله كده بتطلع بالسكينه. بس طبعا دي ايه، لو عملتيها جامد هتبص تلاقي الممبار بيتقطع منك. فانت لو ايدك خفيفه هتتعمل معاكي كده اهو. بعمله بالشكل ده وافضل رايحه جايه بالراحه كده على السكينه. الطريقه دي اسهل، بس ايه لو مش بتعرفي هتقطعيه. ايدي مش متكيه، انا بس سانده السكينه، يعني ايدي سانده بس الممبار بحيث انه يلمس السكينه وتمشي عليه. نضف برضه اهو. الطريقه اللي تريحك اشتغلي بيها. انا بالنسبه لي دي اسهل واسرع، بس انا متعوده عليها يعني. بس بتطلع الطبقه عامله ازاي. بص كده معايا انا جربت كويس اهو، ما خليتش فيه حاجه. لسه بقى الملح لو فيه بواقي ولا حاجه من الماده اللي كانت فيه دي، الملح هدعكه فيه. حط عليه كميه كبيره من الملح كده وادعكه كويس بالملح. لازم تدعكيه بالملح كده، يفضل طبعا ملح خشن. شايفه كل ما بدعك بيطلع بقيه الماده الزفره اللي بتبقى فيه دي، تطلع مع الملح ازاي. يعني السكينه مهما كان مش بتطلع لك بردك، مهما جربتيه مش هتطلع كل الزفاره اللي فيه. لازم الملح كده يدعك بيه. وهسيبه كمان فيه شويه كده مش كتير، وبعد كده ارجع اشطفه وادعكه تاني بالملح، وبعد كده خل والليمون. هسيبه كده حوالي 10 دقايق في شويه الملح دول. بصي معايا كده بعد ال10 دقايق نزل ايه، مع اني جرده بالسكينه بس برضو الملح بيخليه ينزل بقيه الماده الزفره اللي بتبقى فيه دي. لسه هغسله بردك تاني، وبعد كده هغسله بالملح تاني عشان اتاكد ان مفيهوش اي حاجه. وانت بتغسليه بايدك كده تحت الميه ضعيفه عشان اكحته خالص، اضمن ان مفيهوش اي حاجه.
بصي كده انا شطفته، انتي هتشوفيه كده هتقولي هو نضف، بس هو لسه كمان محتاج غسله كمان. المره دي هحط معاه الخل والليمون وهسيبه منقوع نص ساعه في الملح والخل والليمون، وبعد كده ارجع اشطفه تاني. هحط عليه حوالي نص كوبايه من الخل كده والليمون، هسيبه بقى منقوع في الملح والخل والليمون نص ساعه. هتبص تلاقيه يفتح معاكي خالص وبقى لونه ابيض شفاف. لازم تسيبيه نص ساعه كده في الملح والخل والليمون، وبعد كده نرجع نغسله تاني. الميه دي هتغمق دلوقتي وايه هو هيفتح خالص، هيبقى شفاف، بس مش اكتر من نص ساعه. على ما الممبار بقى يتنقع في الخل والملح والليمون، هنعمل بقى الحشوه بتاعه الممبار بتاعنا. الخلطه دي لو عملتيها باذن الله جربيها هتبقى حلوه قوي معاكي. معايا كيلو ونص من الرز مغسول، الرز المصري. معايا كيلو من البصل، 6 حزم خضره مشكله، شبت، بقدونس، كزبره، 5 قرون فلفل رومي على حراق قطعين صغير كده، كوبايه من الزيت، معلقه من الزبده، كوبايه من الصلصه، وشفشق كبير من الطماطم المعصوره. معايا معلقه من بهارات اللحمه، معلقه صغيره من القرفه، معلقه صغيره بابريكا، والملح والكمون والكزبره والفلفل الاصفر او الاسود زي ما بتقول. تمام، دي كده المكونات. انت عندك طريقتين انك تخلطي كل حاجه ني في ني، ده انت ومزاجك. لو بتحبيه ني في ني، ما بتحبوش ني في ني زي حالتي يعني بحب اعمله البصله برضك بتبقى يعني واخده تشويحه خفيفه خالص كده. هوريكي دلوقتي بعمله ازاي، بس تقدري تعملي زي ما بقولك كده، تخلطي المكونات دي ني في ني هيطلع معاكي حلو برضو. بس الطريقه دي انا بفضلها ان انا ادي لكل حاجه تشويحه. اول حاجه حط حله على النار تسخن، هنزل فيها الزيت والزبده. الزبده سخنت معايا، هنزل بالفلفل الاول كده، وبعد كده البصل، هنزل شويه ملح كده، شويه فلفل، وهديله تقلبتين بس لغايه اما يدبل معايا شويه. مش عايزه لونه يغير ولا حاجه، انا بس عايزاه يدبل شويه، وبعد كده انزل بقيه المكونات. بصي البصله معايا دبلت، مش عايزاها تلون، انا عايزاها بس تقل متبقاش مقرمشه. طبعا الاكل ده اذواق زي ما بقول لك، في ناس بتحبه ني في ني، هو كده يعتبر ني في ني لان انا ما حمرتش البصله برده، بس يا دوبك كسرت القرمشه بتاعه البصل. هنزل بقى بالبهارات كلها، بالملح برده تقليبه بسيطه خالص، ما سيبهاش كتير، هي بس البهارات اشم ريحتها اهي بالشكل ده. شايفه البهارات اندمجت مع البصل. الصلصه هي تقريبا زي خلطه المحشي، بس الفرق ان انا ما بسبكش البصل، حلاوته في ان البصله تكون فيها نسبه السكر بتاعها. قلبت الصلصه اهي مع البصل مع البهارات. هنزل بقى بالطماطم المعصوره كده، شفشق كبير برضو، مش هسبكها، خليها تندمج معاها بس شويه كده، وهنزلها مش هسبكها، تغلي غلوتين وهطفي عليها. هحط شويه صغيرين من السكر كده مع الطماطم، بتشيل الزعقيه بتاعت الطماطم، لو في زعقيه ولا حاجه للطماطم بتكسرها بتخليها مظبوطه. خلاص فات نص ساعه والممبار منقوع كده، شايفه بقى ابيض خالص ازاي، شف خالص معايا بسبب الخل والملح والليمون. هبدا بقى اشطفه اخر شطفه، طبعا شطفه كويسه تحت الحنفيه كده من جوه ومن بره، مشي فيه الميه كده من جوه ومن بره، لان طبعا الخل والليمون تخلل في كل حته، دخله من كل حته. خلاص خدت غلوتين ورحت منزلاها، ما سبتهاش لما تتثبت، هو يا دوبك بس كل حاجه بتندمج مع بعضيها كده. بعد كده بنبدا نخلط، ننزل الرز غسوله متصفي وعليه الخضره والصلصه، فيها كل حاجه، البهارات والملح وكل حاجه مظبوطه فيها. هنزل بقى كده عليها بسم الله، اقلب بقى الخلطه. هي الطماطم بتبقى كتيره كده عشان اولا تبقى سهله معاكي في التعبيه وانت بتعبي، ثانيا بتدي طعم حلو قوي للسجق لما بيكون طماطم فيه كتير كده. اهو بقلب الخلطه معايا جاهزه، زي ما انت شايفه لونها لازم يبقى لونها احمر كده. لو جت معاكي الصلصه قليله، التغذيه اللي انت عاملاها لو جت قليله ممكن تزودي معلقه من الصلصه مع شويه من الزيت لو حابه، بس انا كده شايفاها لونها مظبوط وقوامها حلو كده. ابدا بقى اعبي. اهم شيء ان الممبار ما بيتسبكلوش الطماطم بتاعته، ما ينفعش تسبكيها عشان يبقى سهل في التعبيه وعشان طعمه كمان يبقى حلو. محتاج معايا طبق اصغر كده، هاخد منه كميه لغايه اما اخلصها وارجع اخد تاني، لان نفترض ان الرز جه كتير، هو مش هيجي كتير ولا حاجه، بس نفترض ان هو جه كتير ما يبقاش الباقي اتزفر منك وتقدري تستخدميه في اي حاجه تانية. فانا هفضي كميه من الرز كده تخلص اخد غيرها. وكمان عشان يهدى معايا شويه نبتدي نعبي بقى، تسحبيه من الميه، تصفيه من الميه كويس كده. نفتح الممبار كده وابدا اعبي. انا غاسله ايدي كويس، يا رب الصوره تكون مبينه. هو الرز بس لسه سخن، وتبداي تنزلي كده وبالسكينه تقطعي الحجم اللي انت حباه. اهو الصباع اتعبى على طول، بس لسه هسويه. تيجي بقى هنا بتسيبي الحرف كده فاضي سنه، والحرف من هنا بردك فاضي كده ومتساوي اهو بالشكل ده. بقطع كده وبساوي الحرف من هنا الحرف من هنا اهو بالشكل ده. اهم شيء يبقى الحرف من هنا ما فيهوش رز والحرف من هنا ما فيهوش رز عشان ما يفضيش معاكي في الحل. تقدري تقطعيه قبل ما تعبيه انت ومزاجك، انا بحب اعبيه على بعضه وبعد كده اقطعه. صباعي بدخل ايدي كده وصوابعي الاتنين وببدا ادخل الرز كده
خلاص بصوا هو ده شويه الرز اللي فاضوا، عشان كده ما حطيتش الرز كله لان شويه هنا فايضين اهو. ده اسويه عادي او استخدمه في اي حاجه بعيد عن يعني ما ياخدش من ريحه الممبار، عشان كده كنت باخد شويه شويه. طبعا مولعه على ميه بتغلي، هنشوف هنحط فيها ايه ونسقطه ازاي. الميه بتغلي اهي، هحتاج معايا ورق. الميه بتغلي هحتاج لها ورق لورا وقرفه وحبهان وشويه من الملح والفلفل واسقطهم فيها كده. هنزل بقى بالسجق واحده واحده. بيبقى فيه صباع كده في الممبار بيبقى جلدته اتخن شويه، هو اللي هنزل بيه الاول عشان بيبقى سواه اكتر، ياخد غلوه كده. بص الممبار اول ما بحطه بيقفل في الميه. نزلت الصباع ده الاول كده ياخد غلوه، وبعد كده انزل الباقي. لو تلاحظي حتى جلدته هتلاقيها اتخن، انما ده شفاف شويه ياخد غلوه، وبعد كده انزل بالباقي. خلاص الصباع اللي حطيته غلي شويه اهو. هنزل بقى، ما بسيبوش كتير، يا دوبك 5 دقايق بس قبليها عشان جلدته مليانه شويه. وبرضك صباع صباع كده انزل، ما استعجلش عليه عشان يقفل. هنزل الكميه كلها بنفس الطريقه كده. بصي اول ما بسقطه بيبدا يقفل ازاي من الجناب، عشان كده بسيب الاحرف فاضيه. خلاص نزلت الكميه كلها، هغطي عليه بقى واسيبه يستوي. ما بقلبوش كتير، وانا هغطي عليه لغايه اما يستوي. ما بتبقاش النار عاليه قوي ولا واطيه عشان يستوي سوا عادي خالص. واهم شيء اول ما يتسلق هنشيله من الميه دي عشان ما يفرقعش فيها. هو هيقعد تقريبا نفس وقت سوى الرز، لان انا شايله طبقه من الجلد بتاع الممبار، فمش هياخد وقت معايا. هو سوى الرز خلاص، هو استوى معايا اهو. مسافه ما الرز استوى خلاص، هو الجلده بتاعته اصلا مش تخينه، استوى. هشيله من الشوربه بقى. خلاص انا شلته من الشوربه وصفيته كويس اهو. هحمره. معايا هنا طاسه فيها زيت مع معلقه واحده من الزبده، واحط شويه فلفل اسود كده مع حاجه بسيطه من الملح. الزيت مع الزبده ده هنزل بقى السجق فيه كده واحمره كده. خلصت الممبار اهو زي ما انتم شايفينه، حمرته خد اللون الاحمر ده كده، قرمش من بره وطري من جوه. هيعجبكم، جربيه بالطريقه دي باذن الله. اتمنى يكون عجبك، وتدوسي لايك للفيديو وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.